وصفة النهاردة كبدة وسجق بطريقة سهلة وتتبيلة مظبوطة، طعم مصري من أول لقمة. يلا بينا. معانا هنا حوالي من نص كيلو كبدة الفراخ والقوانص بتاعتها، بقطعها قطع صغيرة، يعني بقسم تقريبا كده القنصة على 2 أو 3، والكبدة برضو كذلك. بكون طبعا غسلها غسلة حلوة زي غسلة الفراخ بالظبط زي ما انتم ما شايفين. وببدا ان انا عندي ميه مغليه هنا بسلقها نفس سلقه الفراخ بالظبط، اكني بعمل فراخ مسلوقه. بحط الكبد والقوانص بتاعتي زي ما انتم شايفين مع بصلايه، وعندي التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون ومرق الدجاج. زي ما انتم شايفين كده، يعني ما شاء الله. هنا بقى وبقفل عليها وبسيبها ان هي تاخد الغلوه بتاعتها. عندي هنا بقى الصدق بتاعي، ده صدق بلدي، ومعايا البصلايه بتاعتي برضو نفس الكلام. هنا كان عندي مجمد شويه في التلاجة فبحطه، وبقطع معايا البصلايه بتاعتي برضو. بحط هنا التوابل بتاعتي ملح وفلفل زي ما انتم شايفين. هنا البصلايه اهي بقطعها حوالي نص بصله، يعني نص بصله صغيره، لان عندي كميه مش كتير، انا حوالي برضو نص كيلو من الصدق. وبسيبه لحد ما يغلي ويستوي، وببدا ان انا اطلعه زي ما انتم شايفين اهو. طلعته، انا سبته سليم، يعني ايه الربطه بتاعتها وانا بسلقها. وببدا ان انا اقسمها على 2، الصدقيه على 2، وارجع للكبده اشوفها اهي ما شاء الله. هبدا ان انا برضو اطلعها من على النار زي ما انتم شايفين اهي. ومعانا هنا بقى ايه التوابل بتاعتي، ملح فلفل كمون، شويه بهارات لحمه 7 بهارات، وعندي بصل وطماطم، وعندي فلفل الوان كنت مفرزاه زي ما انتم شايفين. وعندي هنا بقى حته من السمنه البلدي او اي مكعب زبده عندك عادي، بحط فيه البصلايه بشوحها فيها اهي. ببدا ان انا اخليها تدبل زي ما انتم شايفين كده، علشان اقدر احط جميع المكونات اللي انا لسه قايلها معاكم دلوقتي. هنا الطماطمايه بتاعتي، هنا حوالي طماطميتين. وابدا برضو ما بين كل مثلا حاجه احطها لازم اديها دقيقه تشويحه. هنا التوابل بتاعتي اللي طبعا قلتها لكم، لو حابين ان انا نعيدها تاني: ملح فلفل كمون، توابل 7 بهارات، جنزبيل، لو حابين تحطوا رشه قرفه حطوا، مش حابين خلاص. ببدا ان انا اميكس كله مع بعض كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى المفروض ان انا احط هنا الفلفل الالوان بتاعي اهو. هبدا ان انا عادي لو بيتلجوا عادي مفيش مشكله برضو، كده كده النار سخنه والحاجه سخنه اللي احنا بنحط فيها يعني. واخليهم ياخدوا بقى يتشربوا كده وياخدوا غلوه اهو، يتبلوا خالص كلهم. وابدا بقى ان انا احط الخلطه بتاعتي اللي هي الصدق والكبد والقوانص. على فكره ممكن نشيل الكبد والقوانص ونحط بقى حلويات العيد اللي هي الفشه، الزوار مع الكبده، بيبقى كله برضو بيعتبر نفس الطريقه. ونبدا ان احنا نقلبهم ونميكس كله مع بعض. بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله. هنا بقى ابتدت تنزل ميتها، انا ما زودتش اي ميه خالص ما شاء الله. هنا بقى ابتدى ان هو شبه يستوى، وهنا كان استوى معانا ان احنا نقدر نقدمهم باي طريقه اللي انتوا عايزينها. احنا بنحب ناكل الكلام ده بالعيش البلدي. طبعا انا مش هوصيكم ما تنسوش الاشتراك، وما تنسوش زر الجرس، وما تنسوش على التيك توك برضو تدعمونا وتعملوا فولو وسبسكرايب على اليوتيوب. واي حاجه محتاجينها ممكن تقولها في الكومنتات عادي، هنجاوب عليها زي ما بنجاوب على قبل كده.
بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ طبعا ما تنسوش الاشتراك وزر الجرس.